بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله هنشوف طريقة عمل المدلعة في الافراح مع الشيف خطوة بخطوة. بعملها طبقات. تمام. بعد ما اخلص الطبقات بتاعتها بعمل لها كريمه عاديه. ماشي. وبعد كده ما اخلص الكريمه بتني جاي حاطط فوق منها البيلاوه، طبقه بيلاوه، بقطعها وتني مزوقها من فوق باللوز. تمام يا شيف. واحده واحده نبدا مع بعضينا. ضفنا ايه يا شيف؟ ضفنا باكوين زبده فرن. تمام. و2 كيلو سكر بودره عليهم. بعد كده 2 كيلو جوز هند. ماشي. و2 كيلو دقيق مع بعض والفانيليا بتاعتهم. وبعد كده الباكو الزبده اللي بتحط معاه اربع بيضات. يعني الاربعه في اربعه 2 في 4 16. نعم. تمام. يلا يا محمد معاك. تمام كده يا علي. تمام يا شيف. ده اخر حاجه بالنسبه لعجينه المدلعه. بعد كده بنحضر لها الكريمه بتاعتها. فهنبقى واحده واحده مع بعضينا وهقول لك الكريمه تتعمل ازاي بعد ما نخلص العجينه بتاعت المدلعه. تمام. كم بيضة يا شيف؟ على الباكو الزبده بتحط له اربع بيضات. يعني كده بنعوزه 8 بيضات. احنا كده حطينا 3 ودي الرابعه. ادي كده 5. كده يا جوز هند ودي يا شيف. 2 كيلو دقيق و2 كيلو جوز هند. تقلبوا على بعض. هي حاجه اسمها ايه مدلعه او لنزل. لا اسمين. كده الشيف بيقلب اهو. كده الزبدة، ولو مفيش حط سمنة الشيف، بس الزبدة افضل يا شيف. قنبله الحليمه صراحه. وكوباية حليب. طلبات يا استاذ علي. اخر حاجه بنضيفها الجوز هند والدقيق اللي احنا مقلبينه على بعض. تمام يا شيف. قلب يا حبيبي. دي كده سجون المدلعة. ده كده مية ونشا. دي كده الكريمة بتاعت المدلعة. دول 5 كيلو لبن على قد الصينيتين. حط لهم 3 كيلو سكر. يبقى 5 كيلو لبن 3 كيلو سكر. و3 اكياس سكر. 3 كيلو. دي اللي هتبقى الكريمة شيف. كده تبقى الكريمه. زي ما انت شايف بنقلب السكر الاول اهوت عشان يدوب. وبعد كده بنضيف لها النشا بتاعتها. تمام. يعني المفروض دلوقتي الكيلو اللبن عليه 200 جرام نشا. بيتضاف في شويه ميه صراحه ما بتنشا. دوبنا السكر زي ما انت شايف اهو ونسيبها تغلي. بعد ترفع الاول. اه كده بعد ما اللبن رفع يا شيف. حطينا النشا اهو زي ما انت شايف واحده واحده كده لحد ما الكريمه معانا ما تربط وتاخد كفايتها. وبعد كده بنحط لها الفانيليا بتاعتها. لازم تنزل بالنشا واحدة واحدة يا شيف. عشان ما تكلكعش منك. لو كلكعت باظت. خلاص كل سنه وانت طيب. زي ما انت شايف كده يا استاذ علي. ولا هي ماسكه قوي ولا خفيفه قوي. تكون وسط. هات الفانيليا يا طارق كده. هات 10 ولا حاجه. هنحط 10 اكياس صغيرين. فانيليا. تساكر فانيليا. التساكر اللي هي الصغيرة. كده خلاص يا شيف. كده خلاص الكريمه كده خلاص. جاهزة كده معانا. جاهزه. اضيفها على الصواني دلوقتي. سيبها تبرد براحتها خالص. وبعد كده بحط لها طبقه القلاش من فوق. تمام. وبقطعها نظام سكينه بحطها بقى زواها بالبندق زواها لوز. ادي الكريمه بص عليها. وادي التانية اهي. اكسب الكريمه على قد الصينيتين.
كده ضفنا الكريمه يا شيف. ضفنا الكريمه في الصينيه. كده تسويها زي ما انت شايف كده عشان ما تبقاش حته خفيفه برضه حته تقيله، كلها مقاس واحد. سيبها تبرد براحتها خالص، وبعد كده بضيف عليها الايه، الجلاش بتاعها من على الوش. كده احنا خلصنا. الجلاش ده شيف عادل المدلعه مش كده؟ اه لازم نتدلع. كده بعد ما سيبنا الكريمه بتاعت المدلعه تبرد في الصواني، كده الشيف ضاف الجلاش البقلاوه اهو. كده دول 14 طبق، 14 طبقه جلاش. يبدأ يقص كده الزيادة بالسكينة. لازم تبيت كده كويس يا شيف. اه لازم، عشان ما تفرقش مني والكريمه تطلع على الوش. هنديها لوز ولا بندق يا شيف؟ دي لوز. دي لوز. اللوز متهيألي هيبقى أفضل. لوز افضل عشان لما تيجي تغرز اللوزايه في الكريمه ما تطلعش، في البندقيه بتبقى خفيفه، مهما تغرسها هتطلع معاك وانت بتسقي الشربات بتاعك. هتبقى عايمة على الوش. اه لأن ده برضه جلاش. لو انت حبيت بقى اللي انت تحط فيها بندق ما انتش حابب اللوز، ممكن وانت بتعمل الكريمه تكسر شويه بندق وتحمصهم وتحطهم في الكريمه ذات نفسها. كده دي طريقة التقطيع يا شيف. اه تعمل مربعات، تعمل سمبوكسه زي ما انت عايز. تمام. طبعا التقطيع ده هيتعاد عليها لما تستوي إن شاء الله. لا ما خلاص بقى كده هتبقى خلاص كده. زي ما هي. اه دي تحس إن تحت هتبقى برضه خلاص القطعية مظبوطة معانا؟ قطعيه مظبوطه. إن شاء الله. دي بتتزايد سمنه وبعد كده تخش الفرن تطلع تتزايد الشربات بتاعها. ودرجه الحراره بتاعتها 180، ما تقلش تزيد. 108. 180. 180. اه طبعا دي في الأكل ما شاء الله يا شيف. بسم الله ما شاء الله. وسهلة بس هي برضه فيها تكات كده. ده اكيد. كده الحتة معقولة يا شيف. كده جميل. بحيث إن ما يرجعش منها حاجة ولا. لا 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 اللي ياخد حتة يخلصها وخلاص على كده. تمام. طبعا الصاج ده هيزيد يا شيف، الجلاش بيزيد. اه بيزيد، جلاش بينفش في الفرن. كده الصينية خلصت. دي السمنة قص عليها اهي. تديها سمنة لحد ما تغطي الايه الصينية. طبعا السمنة مش هتتصفى ولا حاجة يا شيف. لا لا دي مبتتصفاش، دي مش هتلاقي فيها سمنة خالص بعد ما تخش الفرن. انت يا دوبك بتغطي بس القلاش من فوق. يعني السمنة اللي بنحطها دي يا دوبك كده. اه هتضيف حاجة تانية يا شيف؟ اه هزوقها من على الوش قبل ما تخش الفرن. تعالى يا محمد كده. دي اللي هي نظام سمبوكسة. شربت سمنة كده كويس. هيغرزها بقى الشيف ايه؟ لوز. وده كده الشكل النهائي. هتخش بقى الفرن على درجة حرارة 180. كده المدلعة في الفرن اهي. كده دي المدلعة بتلف اهي في الفرن. هتستوي وهنطلع برضو ايه نشوفها مع بعض. ادي الجلاش اللي هو بتاع المدلعة. لازم يشرب سخنة شيف. اه اول ما بتطلع من الفرن.
زي الجلاش العادي. لو ما خدتش الشربات بتاعها هي سخنه مش هتشرب. ولما تديها الشربات برضه عشان تشرب معاك، عشان برضه الكريمه ما تعملش عازل بينها وبين اللي تحت، زي انا بعمل كده، بحيث ان الشربات بتاعها ينزل. خلاص كده يا شيف. دي كده خلاص خلصت. وبكده يا جماعة وصلنا لنهاية الفيديو. كان معانا طريقة عمل المدلعة في الأفراح مع الشيف عادل. شكرا لكم على المشاهدة، متنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناة. استنوا إن شاء الله في فيديوهات أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.